محمد أحمد المحجوب، شاعر ومؤلف ومهندس ومحامي وقاض وسياسي. قاد حزب الأمة وترأس مجلس الوزراء السوداني. ولد في 17 مايو من العام 1908 للميلاد بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض. تخرج من كلية غوردون قسم الهندسة في العام 1929 للميلاد. انتخب عضواً للجمعية التشريعية في العام 1947 للميلاد، واستقال منها في العام 1948 للميلاد. سطع نجمه السياسي كأحد القيادات في حزب الأمة، وناضل من أجل استقلال السودان تحت شعار السودان للسودانيين. تدرج في المناصب القيادية في حزب الأمة والدولة، حيث تولى منصب وزارة الخارجية في العام 1957 للميلاد. خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد العدوان الإسرائيلي من العام 1956 والنكسة من العام 1967 للميلاد، وألقى خطبة عصماء باسم الدول العربية. وفي فترة الديمقراطية الثانية تولى منصب رئيس الوزراء عام 1967 للميلاد، وتولى المنصب مرة أخرى عام 1968 للميلاد إلى جانب مهام وزير الخارجية. له العديد من الكتب ما بين السياسة والقانون والفكر والآدب، من أهمها كتاب الحكومة المحلية، وكتاب موت دنيا، وكتاب نحو الغد، وكتاب الديمقراطية في الميزان الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية. كما وله العديد من الدواوين الشعرية، من أهمها ديوان الفردوس المفقود، وديوان قصة قلب، وديوان قلب وتجارب. توفي في 23 من شهر مايو من العام 1976 للميلاد.